هل تعرف هذا الشعور؟ الشعور بأنك تنتظر من يأتي لينقذك من مشاكلك، تنتظر الفرصة السحرية، اللحظة التي يترتب فيها كل شيء بطريقة مثالية. إليك الحقيقة القاسية: لا أحد قادم لينقذك، وهذه في حقيقتها نعمة عظيمة. حين تدرك أن لا مخلوق سيصلح حياتك بدلا منك، تكتسب قوة حقيقية. حينها تصبح أنت المسؤول عن مصيرك. تذكر، أنت بطل قصتك، والبطل لا ينتظر النجدة بل يصنع طريقه بنفسه. فكر في مايكل جوردن. لم يولد أسطورة كرة السلة، بل استبعد من فريق المدرسة الثانوية، لكنه لم ينتظر فرصة تأتيه بل صنعها بيده، وتدرب بلا كلل، متجاوزا الرفض والفشل والشكوك. قد تقول الآن: كل هذا جميل، لكن ماذا عني؟ سؤال ذكي. الجواب بسيط: لست بحاجة إلى إذن كي تنجح، ولا إلى انتظار اللحظة المثالية. ابدأ الآن. الخطوة الأولى: حدد هدفا واضحا. ماذا تريد أن تحقق؟ سواء كان فقدان وزن، أو بدء مشروع، أو تعلم مهارة جديدة. لا تستهون من أي هدف مهما بدا صغيرا. قسمه إلى خطوات بسيطة، ثم تحرك. لا تنتظر الكمال، ولا تنتظر الوقت المناسب. خبر مهم: الوقت المناسب هو الآن. ابدأ بخطوة واحدة. اقرأ فصلا، اخرج للمشي، أرسل بريدا إلكترونيا. أي فعل صغير أهم بكثير من الانتظار الطويل. أعلم أن الخوف موجود والشك حاضر، وذلك الصوت الخافت يهمس: من أنا لأفعل هذا؟ لكن دعني أخبرك، ذلك الصوت كاذب. الخوف ليس عدوك، إنه مجرد إشارة أنك على وشك الخروج من منطقة الراحة، وهنا يحدث النمو الحقيقي. لا تنتظر حتى تشعر بأنك جاهز، لأن الحقيقة: لا أحد يشعر بالجاهزية الكاملة. الثقة لا تولد، بل تبنى بالفعل. فقط بالحضور، بالمواجهة، حتى وسط الشك تكتسب القوة. والسر الحقيقي: كلما فعلت ازدادت ثقتك وتضاعفت قدراتك. والآن دعنا نتحدث عن كلمة السر: الاستمرارية. السحر لا يحدث بلحظة واحدة، بل في الأفعال الصغيرة التي تكررها كل يوم. تخيل لو طورت نفسك بنسبة 1% يوميا، كيف ستكون بعد عام؟ ستصبح أفضل بنسبة 365%. لكن لو جلست تنتظر أن ينقذك أحد، ستبقى حيث أنت، عالقا في مكانك، متمنيا أن يتغير العالم حولك. وللأسف لن يحدث ذلك. أما لو قررت أن تتحدى الأيام الصعبة، وواصلت تنفيذ تلك المهام الصغيرة الثقيلة، بعد عام ستنظر خلفك وتندهش من المسافة التي قطعتها. تحملك لمسؤولية حياتك يمنحك قوة لا توصف. حين تتوقف عن انتظار المساعدة، تفتح لنفسك أبواب الحرية الحقيقية. حينها فقط تدرك أنك أنت من يملك زمام أمرك. العالم لا يدين لك بشيء، وهذه ليست لعنة بل نعمة. لأنك حين تفهم ذلك تدرك أن كل شيء بين يديك: الفرص، النجاح، والنمو. كل شيء يعتمد عليك أنت. فلو كنت ما زلت تنتظر المساعدة، فقد حان الوقت لتتوقف. العائق الوحيد بينك وبين مستقبلك هو أنت. توقف عن البحث عن منقذ. كن أنت بطل قصتك. ابدأ بالحركة حتى وإن كان الطريق صعبا. واصل حتى وإن سقطت، وتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتك كل يوم. تذكر دوما: لا أحد قادم لينقذك، لكن لا بأس، لأنك قادر على أن تنقذ نفسك. إن وجدت هذه الرسالة ملهمة، لا تنسى متابعة القناة لمزيد من النصائح والتحفيز. دعنا نواصل رحلتنا معا. ابقى قويا.